ازاي ممكن تاكلوا الحاجات اللي بتحبوها وكمان توفروا 50 جنيه؟ عرفت ان مطعم بيست واي اللي في شيراتون عمل فكرة كده مجنونة. انتوا تقدروا دلوقتي تروحوا وتطلعوا كل افكاركم وميكساتكم العجيبة والغريبة في البيتزا بتاعتكم، ومش بس البيتزا، لا الفطير والكريب واي حاجة في المنيو. علشان كده قررت ادخل المطبخ واخترع واحط صوصات ملهاش اي علاقة ببعض بس علشان انا عايزة اجربها. دخلت لقيتهم بيعملوا حركات كده بالكريب، طبعا معرفتش اقلدهم. انا اول حاجة اصلا حطيت الكريب غلط وكان هيتحرق، بس هم الحمد لله انقذوا الكريب. بس المهم انا غرقته بالموتزاريلا وحطيت عليه الهالبينو، وقررت احط نوعين فراخ، ستريبس وشيش طاووق، وقعدت العب بقى بالصوصات. حطيت صوص تايجر وده بيكون صوص فلفل حلو وطلع خطير على فكره، وقلت لو حطيت عليه كمان صوص رانش يا ترى الميكس ده هيطلع ازاي. طب وانا افكر ليه، ما انا احط على طول ويلا بينا نجرب الميكس الغريب ده. وطبعا طلع جامد. انا ما بحبش اتكلم عن نفسي واختراعاتي كتير، وانا عايزه اقول لكم ان اللي حصل في الكريب ده ولا حاجه جنب اللي حصل في البيتزا والفطير. بس قبل اي حاجه خلوني اقول لكم ان بيست واي عامل خصم 50 جنيه لو طلبتوا اي اوردر من الساعه 10 لحد الساعه 3 العصر. واستنوا بقى الجزء التاني علشان تشوفوا الكوارث اللي عملناها في البيتزا والفطير.